بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. على مائدة العربية نلتقي، وبعذب معلومات لغتنا الجميلة نرتقي. أسعد الله أوقاتكم. أرحب بكم اليوم في حلقة تعليمية جديدة من برنامجنا لغتنا الجميلة في ميدان رائع ودرس ممتع. هيا بنا. عزيزي الطالب، درسنا اليوم بعنوان الجملة الاسمية في ميدان النحو. وإذا أردنا أن نشرع بالحديث في ميدان النحو فلا بد أن نتذكر الحكاية. كان يا مكان في كل عصر وأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر أقسامه الكرام. وأقسام الكلام يا كرام: فعل مثل لعب، حرف مثل في، واسم مثل سهام. اجتمع الإخوة الكرام وقرر كل منهم أن يعرف نفسه بسلام. فقام الاسم فقال: أنا كل لفظ يدل على إنسان أو نبات أو حيوان أو جماد أو صفة أو معنى أو أي شيء آخر. وقام الفعل فقال: أنا كل لفظ يدل على حدث مرتبط بزمن. وقام الحرف فقال: أنا كل لفظ ليس له معنى إلا في جمل تامة ومفيدة. اجتمع الإخوة الكرام وقرروا أن يصنعوا لك هذا الاختبار ليتأكدوا أن أمورك على ما يرام. هيا صنف الكلمات التالية حسب أقسام الكلام. العامل. العامل، بما بدأت هذه الكلمة؟ إنها بدأت بأل للتعريف. تذكر، أل للتعريف علامة من علامات الاسم. أنت رائع. أكل. أكل، إنها فعل. أنت رائع. ثم. ثم، هل فهمت شيئا؟ لكن لو قلت لك درست ثم لعبت، فهمت؟ بالتأكيد. إذن هو حرف. أنت ممتاز. انطلق. انطلق، ما نوعه من أقسام الكلام؟ إنه فعل. أنت رائع. حقيبة. حقيبة، لاحظ إنها تنتهي بالتاء المربوطة، والتاء المربوطة علامة من علامات الاسم. أنت رائع. طالبا. طالبا، لاحظ بما انتهت هذه الكلمة؟ انتهت بالتنوين، والتنوين علامة من علامات الاسم. أنت تلميذ نجيب وأمورك على ما يرام. هيا لنكمل الحكاية. اجتمع الإخوة الكرام، الاسم والفعل والحرف، وقرروا أن يصنعوا بيتا جميلا، ولكن اشترط عليهم أن يكونوا مرتبين. أن يكونوا مرتبين ويحملوا معنى تاما ومفيدا. فصنعوا هذا البيت الجميل وأسموه الجملة. إذن تستطيع الآن عزيزي أن تعرف الجملة. ما هي الجملة؟ الجملة مجموعة من الكلمات مرتبة تؤدي معنى تاما ومفيدا. لاحظ معي هنا: يغرد، ما نوعها من أقسام الكلام؟ يغرد، إنها فعل. العصفور، لاحظ إنها تبدأ بأل التعريف وهي علامة من علامات الاسم. أنت رائع. الشجرة. الشجرة تبدأ بأل التعريف وتنتهي بالتاء المربوطة، وهما علامتان من علامات الاسم. أنت رائع. على. على. على، هل فهمت شيئا؟ بالتأكيد لا، لأنه حرف. لاحظ، لو قلت لك الشجرة يغرد العصفور على، الشجرة يغرد العصفور على، هل فهمت شيئا؟ بالتأكيد لا،
لماذا؟ لأن هذه ليست جملة. إذن الشجرة يغرد العصفور على ليست جملة، لأنها لا تؤدي معنى تاما ومفيدا. ولكن لو قلت لك يغرد العصفور على الشجرة، فهمت بالتأكيد لأن هذه جملة. إذن لو سألك أحد هل هذه جملة؟ ستقول بالتأكيد نعم. تستطيع الآن عزيزي الطالب أن تحدد معي كل جملة مفيدة فيما يأتي. تأمل معي. الجري. الدمى من أحب الألعاب للفتيات. أشجار الحديقة. الرحلة ممتعة. في علا يلعب. تأمل ما أمامك الآن. الجري، الجري، هل فهمت شيئا؟ ما به الجري؟ إذن هل هذه جملة؟ بالتأكيد لا. لن نضع دائرة. الدمى من أحب الألعاب للفتيات. انتبه، فهمت أم لم تفهم؟ الدمى من أحب الألعاب للفتيات. بالتأكيد فهمت، لأن هذه جملة مفيدة. سنضع دائرة. أشجار الحديقة، ما بها؟ جميلة، قبيحة، قصيرة، طويلة، ما بها؟ أشجار الحديقة، هل فهمت شيئا؟ بالتأكيد لا، لأنها ليست جملة. إذن لن نضع دائرة. الرحلة ممتعة، ما بال الرحلة؟ إنها ممتعة، أدت معنى تام ومفيد. إذن هي جملة مفيدة وسنضع دائرة. في علا يلعب. في علا يلعب، ما هذا الكلام؟ هل هو مرتب؟ بالتأكيد لا، وهو ليس جملة. أنت تلميذ رائع. انتبه معي الآن، سنكمل الحكاية. اجتمع الإخوة الكرام الاسم والفعل والحرف. بعد أن صنعوا هذا البيت اختلف الاسم والفعل. من سيدخل أولاً؟ ذهبوا إلى معلم اللغة العربية وفض بينهما الخلاف، فقال معلم اللغة العربية: سنصنع بيتين، الجملة الاسمية سيدخلها الاسم أولاً، والجملة الفعلية سيدخلها الفعل أولاً. بيت الجملة الاسمية مثل العصفور جميل، لاحظ إن الاسم دخل أولاً. وبيت الجملة الفعلية مثل يغرد العصفور، لاحظ دخل الفعل أولاً. اليوم أعزائي الطلاب سندخل سوياً بيت الجملة الاسمية. انتبه معي إلى الأمثلة. إنه رجل يمارس الرياضة. عبر عن هذه الصورة بجملة من كلمتين فقط. الرياضة مفيدة، فهي تقوي العضلات. انظر إلى هذه الصورة الجميلة. النخل، ما به هذا النخل؟ النخل مثمر. الورد جميل. انظر إلى الأمثلة مجتمعة. الرياضة مفيدة. انتبه معي إلى هذا المثال بشيء من التفصيل. الرياضة مفيدة، هل حدث هناك فهم تام؟ بالتأكيد نعم، الرياضة مفيدة. إذن هذه جملة مفيدة. لاحظ بما بدأت هذه الجملة بكلمة الرياضة. ما نوعها من أقسام الكلام؟ انتبه، إنها تبدأ بأل التعريف وتنتهي بالتاء المربوطة، وهما علامتان من علامات الاسم. إذن الرياضة اسم. إذن الرياضة مفيدة، جملة تامة بدأت بكلمة. ما نوعها من أقسام الكلام؟ اسم. الجملة التالية: النخل مثمر. هذه جملة؟ بالتأكيد نعم، تؤدي معنى تاما ومفيدا. لاحظ بما بدأت هذه الجملة بكلمة النخل. ما نوعها من أقسام الكلام؟ لاحظ إنها تبدأ بأل التعريف، وهي علامة من علامات الاسم. إذن هي تبدأ باسم. المثال التالي: الورد جميل. هي جملة تؤدي معنى تاما ومفيدا، بدأت بكلمة الورد، وكلمة الورد
تبدأ بأل التعريف وهي علامة من علامات الاسم. فماذا سنسميها؟ سنسميها الجملة الاسمية. فما المقصود بالجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية هي كل جملة تبدأ باسم. إذن الجملة الاسمية هي كل جملة تبدأ باسم. هيا نجب عن هذا التدريب. هيا بنا. نضع إشارة صح أمام الجمل الاسمية وإشارة خطأ أمام الجمل غير الاسمية. يذهب الطالب إلى مدرسته مبكرا. انتبه إلى هذه الجملة. انتبه إلى أول كلمة في الجملة. يذهب. يذهب هل هي اسم أم فعل؟ إنها فعل. إذن هي جملة ليست اسمية. سنضع إشارة خطأ. الجملة التالية: الشمس مشرقة. انتبه إلى أول كلمة، إنها تبدأ بأل التعريف، وأل التعريف علامة من علامات الاسم. إذن الجملة اسمية وسنضع إشارة صح. الجملة التالية: البستان مثمر. انظر إلى أول كلمة في الجملة، البستان. لاحظ إنها تبدأ بأل التعريف، وأل التعريف علامة من علامات الاسم، وكل جملة تبدأ باسم فهي جملة اسمية. إذن الجملة اسمية وسنضع إشارة صح. الجملة التالية: يصوم المسلمون في شهر رمضان. انظر إلى أول كلمة، يصوم. يصوم ما نوعها من أقسام الكلام؟ إنها فعل ليست اسما. إذن الجملة ليست اسمية. سنضع إشارة خطأ. حول الجمل التالية إلى جمل اسمية. أمامك الآن جمل غير اسمية، سنحولها إلى جمل اسمية. يصمم المهندس العمارات. لاحظ إنها لا تبدأ باسم، نريد أن نبدأها باسم. سننقل المهندس بالأمام ثم نكمل الجملة. المهندس يصمم العمارات. تأمل الجملة، إنها تبدأ بكلمة المهندس، إنها تبدأ باسم فهي جملة اسمية. يعالج الأطباء المرضى. إنها لا تبدأ باسم، نريد أن نبدأها باسم حتى تصبح جملة اسمية. الأطباء يعالجون المرضى. لاحظ إننا قمنا بجمع الفعل مثل الاسم. أعزائي الطلاب، قلنا أن الجملة الاسمية هي جملة تبدأ باسم، أو هي كل جملة تبدأ باسم. سندخل أكثر في بيت الجملة الاسمية وسنتعرف على ركنيها الأساسيين، ولكن بعد الفاصل. انتظروني. أعزائي الطلاب، عدنا إليكم من جديد. قلنا قبل الفاصل أن الجملة الاسمية هي كل جملة تبدأ باسم. هيا نتعرف على ركنيها الرئيسيين. هيا بنا. الرياضة مفيدة. النخل مثمر. الورد جميل. لاحظ الأمثلة التي أمامك. كل مثال يتكون من ركنين رئيسيين. الرياضة مفيدة. النخل مثمر. الورد جميل. انظر إلى الكلمة الأولى، الرياضة. الرياضة ما نوعها من أقسام الكلام؟ إنها اسم. اسم بدأنا به الكلام. النخل. النخل ما نوع هذه الكلمة من أقسام الكلام؟ لاحظ إنها تبدأ بأل التعريف، وأل التعريف علامة من علامات الاسم. إذن فهي اسم أيضا. الورد ما نوعها من أقسام الكلام؟ إنها اسم. لاحظ الرياضة، النخل، الورد، جميع هذه الكلمات أسماء بدأنا بها الجملة الاسمية. إذن سنسميها المبتدأ. إذن الرياضة، النخل، الورد، جميع هذه الكلمات أسماء بدأنا بها
الجملة الاسمية. انتبه معي. ما بال الرياضة؟ إنها مفيدة. ما بال النخل؟ إنه مثمر. ما بال الورد؟ إنه جميل. ما نوع هذه الكلمات من أقسام الكلام؟ إنها أسماء. أسماء أخبرتنا عن المبتدأ. فالرياضة ما بها؟ الرياضة مفيدة. والنخل ما به؟ النخل مثمر. إذن سنسمي هذه الكلمات الخبر. إذن عزيزي الطالب، الجملة الاسمية لها ركنان أساسيان هما المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم بدأنا به الجملة الاسمية، والخبر اسم أيضا ولكن أخبرنا عن المبتدأ. انتبه إلى هذه الملاحظة وانظر معي وتأمل. تتكون الجملة الاسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. كرر. تتكون الجملة الاسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ؟ تذكر، المبتدأ هو الاسم الذي بدأنا به الجملة الاسمية، مثل الرياضة مفيدة. أين المبتدأ هنا؟ الرياضة. الركن الثاني خبر المبتدأ، هو الاسم الذي يخبرنا عن المبتدأ وبه يتم معنى الجملة. أنت تلميذ رائع، فهمت بسرعة. إذن هيا نجيب عن هذا التدريب. حدد ركني الجملة الاسمية في الجمل التالية. انظر إلى هذه الجمل: الجو معتدل، الطالب المجتهد محبوب، باب الفصل مفتوح، الصيف شديد الحرارة. المبتدأ هو الاسم الذي نبدأ به الجملة. إذن المبتدأ هنا الجو. ما به الجو؟ إنه معتدل. إذن معتدل هي الخبر. الجملة الثانية: أين المبتدأ؟ الطالب. أنت رائع. الطالب المجتهد محبوب. أين الكلمة التي بها تم المعنى؟ محبوب. محبوب هي الخبر. باب الفصل مفتوح. المبتدأ باب. أين الخبر؟ باب الفصل مفتوح. أين تم المعنى؟ باب الفصل. هل فهمت شيئا؟ ما به. مفتوح مغلق ما به. إذن أين الخبر؟ مفتوح. أنت رائع. الصيف شديد الحرارة. المبتدأ الصيف والخبر شديد. إجاباتك صحيحة. لاحظ، الخبر هو أول كلمة نكرة في الجمل. أول كلمة هي المبتدأ وهي معرفة بأل، ثم ابحث عن الكلمة النكرة بعدها ستكون هي الخبر. هيا نعد إلى الأمثلة مرة أخرى. الرياضة مفيدة. تذكر هذه الجملة جملة اسمية بدأت باسم. ماذا يسمى الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية؟ يسمى مبتدأ. لاحظ، الرياضة مبتدأ. النخل مثمر. ماذا يسمى الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية؟ مبتدأ. إذن النخل مبتدأ أيضا. الورد جميل. ماذا نسمي الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية؟ مبتدأ. إذن الرياضة، النخل، الورد كلها مبتدأ. لاحظ ماذا سنضع على آخر الكلمة. الرياضة ضمة، النخل ضمة أيضا، الورد ضمة أيضا. إذن المبتدأ مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. انتبه إلى هذه الملاحظة المهمة ودونها معي. المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كرر: المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كرر مرة أخرى كي تحفظ: المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. انظر إلى الأمثلة مرة أخرى. الرياضة مفيدة. تذكر مرة أخرى، هذه جملة اسمية. الرياضة المبتدأ ومفيدة هي الخبر. النخل مثمر. ما موقع كلمة مثمر من الإعراب؟ إنها خبر. الورد جميل. ما به الورد؟ إنه جميل. إذن كلمة جميل هي خبر المبتدأ. لاحظ ماذا سنضع على آخر الخبر؟ الضمة. مفيدة، مثمر، الضمة أيضا، جميل، الضمة. إذن دون معي هذه الملاحظة أيضا. خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كرر مرة أخرى كي تحفظ: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هيا نجب عن هذا التدريب. أكمل بخبر مناسب لهذه الجمل. انظر إلى هذه الصورة، إنها فراشات. الفراشات فراغ. جميلات. جميلات. لم نضع لها ال ولكن وضعنا الضمة. الدنيا برد. الدنيا برد. البرد فراغ. البرد قارس، وقارس أي شديد البرودة. ما أجمل رائحة الورد. رائحة الورد رائع. عطرة. رائحة الورد عطرة. انظر إلى هذا الحصان. الحصان ما به؟ إنه سريع. الحصان سريع. عزيزي الطالب، هيا ننتقل إلى هذا النموذج الإعرابي. لا تخف كثيرا من كلمة الإعراب، فالإعراب هو أن تحدد موقع الكلمة في الجملة. انتبه معي. المعلم مخلص. إنها جملة اسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. نبدأ بكلمة المعلم. ما موقع كلمة المعلم من الجملة؟ إنها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انتبه معي، المعلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن المعلم هي المبتدأ، فما إعراب مخلص؟ مخلص خبر المبتدأ مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عزيزي الطالب، تذكر الجملة الاسمية لها ركنان أساسيان، المبتدأ والخبر. وتذكر أيضا المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وخبر المبتدأ مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة. سنجيب عن تدريبات أخرى ولكن بعد الفاصل. لا تبتعدوا، انتظروني. عزيزي الطالب، عدت إليكم من جديد. هيا نكمل درسنا الممتع الشيق ونجب عن بعض هذه التدريبات. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.
الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ ب اسم، فعل، حرف، جملة. تذكر، الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. أنت رائع. البحر هائج في الشتاء. المبتدأ في الجملة السابقة هائج، البحر في الشتاء. تذكر، ما هو المبتدأ؟ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية. أين الاسم الذي بدأت به الجملة؟ البحر. أنت رائع. عائلة سمير سعيدة بالإيثار. المبتدأ في الجملة السابقة سمير، سعيدة، الإيثار أم عائلة؟ المبتدأ، إننا نتحدث عن المبتدأ. أين المبتدأ؟ إنه عائلة. أنت رائع. الكسل عيب. الضبط الصحيح للجملة. تذكر، ما نوع هذه الجملة؟ إنها جملة اسمية. ما ركنا الجملة الاسمية؟ المبتدأ والخبر. المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وخبر المبتدأ مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة. أصبحت واضحة. الكسل عيبا، هل هذه ضمة؟ بالتأكيد لا. الكسل عيب، الكسل عيب، الكسل عيبي. أنت رائع. الكسل عيب. سور المدرسة مرتفع. الخبر في الجملة السابقة سور المدرسة، ما به؟ إنه مرتفع. إذن أين الخبر في هذه الجملة؟ المدرسة مرتفع، سور أم السور؟ انتبه، أنت تلميذ رائع. إنها إجابة صحيحة، مرتفع. القراءة، الكلمة المناسبة لإتمام المعنى. مفيد، مفيدا، مفيدة أم مفيدة؟ لاحظ، القراءة فراغ، هذه جملة اسمية إذ إنها بدأت باسم وهو القراءة. القراءة مبتدأ، نحن بحاجة إلى الخبر. تذكر، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن سيكون الخياران إما مفيد أو مفيدة. القراءة مفيد؟ بالتأكيد لا. إذن القراءة مفيدة. القرآن الكريم كلام الله. إعراب كلمة القرآن. انظر إلى هذه الجملة، ما نوعها؟ إنها جملة اسمية. ما الركن الأول للجملة الاسمية؟ انتبه، مبتدأ أم خبر المبتدأ أم فعل أم حرف؟ ممتاز، مبتدأ. الكتاب صديق حميم. إعراب كلمة صديق، هذه جملة اسمية أيضا. ها هو الركن الأول، فابحث عن الركن الثاني. إذن ما إعراب كلمة صديق؟ مبتدأ أم خبر المبتدأ أم فعل أم حرف؟ ممتاز، خبر المبتدأ. العلم نور. تعرب كلمة العلم مبتدأ أم خبر أم فعل أم حرف؟ هيا أجب. ممتاز، إنها مبتدأ. أعزائي الطلاب، تذكروا الجملة الاسمية هي كل جملة تبدأ باسم، لها ركنان أساسيان، المبتدأ والخبر. المبتدأ دائما مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من هنا أعزائي الطلاب، من بيت الجملة الاسمية أنا والمبتدأ
والخبر نحييكم ونتمنى لكم يوما سعيدا. إلى اللقاء.